المدعين بالحق المدني يا فندم. يا ريس اكتبها وهات يا استاذ، ما تضيعش وقت المحكمه. معالي رئيس المحكمه، بس الانزحام انا لم اتمكن. مين مع المتهم الثاني؟ اتفضل يا سيادة، اديله الميكروفون سيادة. هو يا ريس اديله الميكروفون سيادة. يا معالي اكتبها سيادتك وقتها لي، احنا معالي موجودين. المستشار احنا موجودين. اثبتها في محضر الجلسه معالي. احنا موجودين. اديله الميكروفون سيادتك. معاليكم تسمح لي بكلمه واحده. مين مع المتهم الثاني؟ المتهم الثاني الطلبات مكتوبه وتقدم للمحكمه يا فندم، وتوضع بمحضر الجلسه وتعتبر جزء لا يتجزأ منه، وبنشوفها وبنقراها. يا فندم احنا بنمثل اكثر من 100 مدعي بالحق المدني ولم نتمكن من اثبات طلبين 2. اتفضل. الميكروفون مش شغال يا ريس. على اي حال، بالنسبه لي بالنسبه لي ولزملائي المدافعين عن المتهم الثاني، كان لنا منذ البدايه مطلبا رئيسيا، وهو سماع شهادة جميع شهود الإثبات ومناقشتهم فيها بدون تحديد شخص معين. نعم. بينهم. اتفضل. ثم فوجئنا بمسألة ضم هذه الدعوة إلى الدعوة رقم 3742 لسنة 2011 جنايات النزهة، الدعوة الماثلة، ونحن ليس لدينا أدنى فكرة عما تحويه هذه أو ملف هذه الدعوة، سواء من أدلة أو من إجراءات ربما كانت معيبة أو متصلة بالإجراءات التي أجريت وتمت وبشرت في الدعوة الحالية. ولذلك فأنا عن نفسي، وحتى أستطيع أن أؤدي واجبي في الدفاع عن موكلي على الوجه الأكمل، أحتاج إلى أجل كاف للإطلاع على الدعوة رقم 3642 لسنة 2011 جنايات النزهة مع قصر النيل. جنايات قصر النيل يا أستاذ. ماشي خلاص. اتفضل. الزميل كتبها النزهة وانا قريتها النزهة. ما غلطتش انا ولا حاجه. قصر النيل. نعم. تاني ايوه يا سيدي خلاص. لا يا استاذ اتفضل. الجنايه رقم 3642 لسنه 2011 قصر النيل. يعني سيادتك طلباتك حاجتين: سماع الشهود، جميع شهود الاثبات، واجل طويل متسع. اجل مناسب، انا ما قلتش طويل، اجل مناسب صح. يعني يكفي سيادتك قد ايه الاجل؟ نعم. يكفي قد ايه سيادتك؟ هي حسب ما علمت من الزملاء ان اوراقها حوالي 4000 او اكثر. ايا كان الوقت الكافي لسيادتك قد ايه لهيئه شهر مثلا صح. اسمع يا استاذ احمد. واتفاق الحاضر مع المتهم الثاني التمس مناقشه شهود الاثبات. لا ما مدعين بالحق المدني بيعترضوا على هذا. واجلا لامكانه الاطلاع على اوراق القضيه رقم 3642 سنة 2011 جنايات قصر النيل، محددا مدة إمكانه الاطلاع بشهر تقريبا. المتهم الثالث عدلي مصطفى عبد الرحمن. معاليكم المدعين بالحق. اتفضل. هو يثار. اتفضل. هو معاليك يثار فيما يثار أن الدفاع عن المتهمين يعوق الفصل في الدعوة، بينما أن حقيقة الأمر أن أوراق الدعوة فيما سارت فيه من إجراءات سابقة قبل أن تشرف بمطالعة ناظر الهيئة الموقرة لها تثبت أنه في الجلسة الأولى أجلت للاطلاع، وفي الثانية عوق معالي المستشار رئيس الدائرة عن نظر الدعوة، ولأول مرة يثبت في محضر جلسة قررت المحكمة تأجيل لانعدام النظام والانضباط في الجلسة. وفي الجلسة الثالثة رد معالي المستشار رئيس المحكمة، وفي الجلسة الرابعة أحيل. إذن نحن لا نعوق، ولذلك ففيما أثاره زميلي وصديقي نبيل بن مدحت سالم، أرى أن أسبوعا واحدا
قد يغنينا ويكفينا في الاطلاع على القضية المتهم فيها بالنسبة أتحدث عن نفسي. طلبات سيادتك، لا تصادروا علي. طلبات سيادتك، طلبات سيادتك. وهذه الأولى نعم. فيما يتعلق بالقضية المتهم فيها السيد الرئيس السابق، يكفيني أسبوع عن نفسي، هذه واحدة. الثانية، أما عما أثير من دفع ببطلان قرار الإحالة بحكم رد معالي المستشار القاضي الذي أصدر هذا القرار، فمردود عليه بالمادة الثانية من قانون المرافعات التي هي أصل من ناحية واتصل به. دي المحكمة. لا، هذا المطلب قد اتصل به، لأنني لا أريد أن أذهب من محكمة إلى أخرى، واليوم هنا وغدا هناك. نحن متوقون الفصل في الدعوة، ولذلك طالما أنه يتصل بي يبقى من حقي أن أرد عليه، ومن ثم بيدفع بنص المادة 2 من قانون المرافعات التي هي الأصل الإجرائي التي تنص على أنه لا تقبل دعوى أو دفع ليس لصاحبه مصلحة فيه، وأنا ليس لي مصلحة في اختيار قاض معين، وكل ثقة في كل قضاة مصر. هذه واحدة. الثانية، العبرة دائما ننظر إلى قصد الشارع عندما يقول أنه يمتنع على القاضي أن يتخذ إجراء ماسا بالمتهم. هذا الإجراء الذي صدر عن معالي المستشار محيل الدعوة